المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بالعناوين. الاحتفاء باليوم الوطني للتشجير. تواصل أسبوع الاستقلال في مدارس الأوسط. تقديم دعم لمدارس نقف الداخلية. اتفاق المجلس العسكري والمعارضة السودانية على مرحلة انتقالية. بومبيو يطالب من روسيا تحقيق السلام في أوكرانيا. والمكسيك ترفع حالة الطوارئ بسبب التلوث. السلام عليكم ورحمة الله. في البدء إلى حضراتكم هذا التصريح الصادر عن الحكومة الإريترية حول الهجوم على السعودية. يدين الشعب الإريتري وحكومته الهجوم غير المبرر الذي تعرضت له المملكة العربية السعودية، والذي يستهدف في نفس الوقت السلام الإقليمي والعالمي. وإذ تدين الحكومة الإريترية هذا العدوان، تؤكد على تضامنها مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا. تم اليوم 13 من مايو بأرض المعارض بالإكسبو الاحتفال بال15 من مايو اليوم الوطني للتشجير. وأوضح منسق لجنة الحملة الخضراء السيد فصوم حقوس في المناسبة بأن تدمير الأشجار والحياة البرية من الظواهر المقلقة التي أصبحت تحديا. وقال إن مبادرة قوات الدفاع لحماية المحميات وإقامة مختلف المؤسسات الحكومية والمشاتل تعتبر من الأعمال النموذجية هذا العام، ويجب توسيع هذه المبادرات. وأوضح المدير العام لسلطة الغابات والحيوانات البرية السيد أبرهة غارزة إن اليوم الوطني للتشجير يذكر للعمل الجاد لاتخاذ الإجراءات القانونية العقابية وإعادة النظر في لوائح العمل السارية، لأن الخطوات المتخذة ضد مقتلعي الأشجار وتدمير الحياة البرية أصبحت مشجعة بدل التصحيح. وقال إن 7 فيلة وجدت مقتولة العام الماضي لأسباب غير معلومة، ويتطلب تنسيق العمل مع المواطنين والإدارات ووزارة الزراعة للحد من هذه الظواهر. وقال وزير الزراعة السيد رفاين برهين أن قطع الأشجار ليس الفأس، أو قاطع الأشجار ليس الفأس بل العقلية المتخلفة، ودعا للدفع بترسيخ ثقافة التشجير في الأجيال والقيام بأنشطة تشجير واسعة في المناسبات الكبيرة، وتعزيز أنشطة التشجير التي يقوم بها المجتمع والمؤسسات والأفراد للإمكانية الكبيرة لنموها. وأشاد بالزوجان اللذان قاما بغرس 500 شتلة يوم زواجهما. وقدمت في المناسبة تقارير توضح أنشطة التشجير ونموها ومراقبة الغابات والحيوانات البرية بالأرقام، وفعاليات فنية حول أهمية الأشجار لبيئة صحية وأضرار اقتلاع الأشجار وحمايتها واستخدام المواقد قليلة استهلاك الحطب. أعلن مسؤول الثقافة والرياضة في مكتب وزارة التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ ستيفانوس كبرهواريات إن أسبوع الاستقلال في مدارس الإقليم الذي بدأ في 7 من مايو يستمر ببرامج تعكس تاريخ صمود وتصدي الشعب الإريتري. وقال إن الأسبوع الذي يستمر حتى 18 من مايو يجري بمشاركة 282 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وأوضح المعلمون وأولياء الأمور إن المدارس تعمل باهتمام لتقديم النضال والتضحيات المقدمة بوسائل فنية جاذبة إسهاما في جهود نقلها إلى الأجيال. تلقت مدرستي صبرا الثانوية والصمود المتوسط الداخليتين بمديرية نقفة أجهزة المكتبة الرقمية وأدوات أخرى للدفع بالعملية التعليمية، وشمل الدعم المرسل من المواطنين في المهجر بقيمة حوالي 10,000 دولار، بروجيكترات ومكبرات صوت وسيرفر وواي فاي وغيرها، وقد تم تركيبها في مكتبة رور الرقمية. وأوضح السيد هينوك عقبة مريم ممثلا لمقدمي الدعم أثناء مراسم التسليم إن الدعم يهدف لمواكبة الطلاب للتطور التقني ورفع المنافسة. من جانبه أوضح مدير مدرسة صبرا الثانوية الأستاذ تسفاز قدقلل إن إدخال المكتبة الرقمية يدعم العملية التعليمية وحصول الطلاب على المراجع بالصوت والصورة. وقال مسؤول مدارس مديرية نقفة الأستاذ عبد الله صالح إن التقنية التي تم إدخالها تخلق الفرص للطلاب للتعليم الذاتي.
أوضح مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي بأن الجوائز التشجيعية المقدمة للطلاب المميزين في الإقليم تحقق نتائج مرضية لإرساء روح التنافس بين الطلاب. جاء ذلك خلال تقديم الجائزة التشجيعية للمرة الخامسة للطلاب المتفوقين في مدارس مديريات مندفرة وعدخالة وعرزة ودباروة ومن حيلي ومايمنة في 14 من مايو، مواصلة لجائزة عندماسو التي قدمت في 8 من مايو في مدينة دقة محرة. وقال الطلاب الحاصلون على جائزة عندماسو إن الاستفادة الجيدة من الوقت للدراسة والمذاكرة سبب النجاح. وقدمت الجائزة في المرة الأولى ل 115 طالبا، والمرة الثانية ل 194 طالبا، والثالثة ل 196 طالبا، والرابعة ل 228 طالبا، وفي المرة الخامسة قدمت ل 268 طالبا. كما تم في المناسبة تقديم الدراجات ل6 طلاب محتاجين. أنجز مزارع نموذجي ينشط في ضاحية ملزاناي بمديرية لوغو عنسبة منطلقا من شعار من يبذل جهود حثيثة مؤمنا بالنجاح يحصد ثماره، مما قام بعمل نموذجي أثر إيجابا على بيئته. وقد انتقل السيد يوسف زرعاي من زراعة الطماطم المحدودة إلى مستوى تربية النحل والفواكه، ممهدا أراضي جبلية وأودية. ولحل العائق الأكبر المتمثل في إيجاد مصدر للمياه، استطاع أن يبني حفير بقدراته المحدودة ودعم بعض أحبائه. وذكر عن غرس حوالي 400 من الشتول من الليمون والبرتقال والجوافة والمانجو تحت أسفل الحفير، حيث بلغ حوالي 300 من تلك الشتول مستوى الإثمار، مشيدا للمساعدات المقدمة له من قبل وزير الزراعة وأقربائه وإدارة لوغو عنسبة. من جانبه قال المشرف على البرنامج المهندس رزان تخليت إن الحفير الذي يبلغ 12 مترا طولا وعرضا 70 مترا يتسع ل 35 متر مربع من المياه أو مكعب من المياه، ويوجد هكتارين من البستان النامي أسفلها في مرحلة جيدة. وأشادت مسؤولة التنمية الاقتصادية للمديرية السيدة إلسا رؤسهم بجهود المزارع النموذجي، وأشارت بأن يكون مزارع نموذجي ليس على مستوى المديرية وحسب بل على مستوى الإقليم. وتعبيرا عن فرحتهم قام سكان ضاحية ملزاناي بنفير في السد، مؤكدين مساعدته حتى اكتمال السد. في إطار الجهود الجارية لمحو الأمية وإلحاق الأطفال الذين فاتهم التعليم في العمر المحدد بمختلف الأسباب، ظل يلعب البرنامج دورا كبيرا في مديرية منصورة في محو الأمية والتقدم أكثر من ذلك. وأوضح المشرف على المدارس في المديرية الأستاذ آدم محمد علي أن الهدف من البرنامج المقدم في 30 نقطة للتدريس لخلق فرص يمحو الكبار من خلالها أميتهم ويلحق الصغار بأقرانهم. وأفاد بأن المهمة الجارية أثمرت حتى الآن عن بلوغ الصغار من خلال برنامج عريون مرحلة الصف الثالث، والكبار عن طريق برنامج تعليم الكبار إلى الصف السابع. وذكر الأستاذ آدم عن مشاركة الإناث المرضية في برنامج تعليم الكبار، موضحا عن وجود نموذجيات بلغن حتى المرحلة الابتدائية رافعات مستواهن الأكاديمي يؤثرن إيجابا على المواطنين الآخرين في محو الأمية. وتشير مستندات الفرع بالمديرية إلى وجود 1754 مواطنا في برنامج تعليم الكبار و321 في برنامج عريوت يتابعون تعليمهم الأكاديمي. قال قائد مركز شرطة مديرية حقات الملازم زايد تسفازجي إن أنشطة التوعية بالقانون تحقق نتائج جيدة للسيطرة على الجريمة والمخالفات. أوضح خلال لقائه سكان مختلف مناطق المديرية من 2 وحتى 13 من مايو إن تطبيق المحاضرات المقدمة خفض من الجرائم والمخالفات، وإنها 215 شرطيا مجتمعيا منتخبون يساهمون في مكافحة الجريمة. ودعا أولياء الأمور لتوجيه ومتابعة أبنائهم وتعاون المواطنين مع الشرطة في كشف الجنح. وفيما يتعلق بالحوادث المرورية، أوضح الملازم زايد بأن القيادة تحت تأثير السكر والقيادة دون رخصة وعدم الحفاظ على خط السير وأخذ الركاب فوق المسموح به من أسباب الحوادث المرورية. وأكد مسؤول التحقيقات الجنائية الملازم ثاني تخلى حقوس ومسؤول مكافحة الجريمة الرقيب سمرة ولد برهان على أهمية معرفة أضرار الجريمة قبل ارتكابها، وقدما شرحا حول دور ثقافة وقيم المجتمع في مكافحة الجريمة.
عبر الشباب العمال في مديرية عرزة الذين عقدوا مؤتمرهم الخامس في 8 مايو الجاري عبروا عن تعزيز تأطيرهم ودورهم في إنجاح برامج التنمية. وقدمت تقارير أنشطة الفرع في السنوات الماضية وتم التباحث فيها في جلسات المؤتمر الذي عقد تحت شعار تنظيم شبابي قوي أساس تطور البلاد. وبين التقرير عن إنجاز أعمال فعالة في التشجير ومساعدة الأسر المحتاجة بالإضافة إلى الأنشطة السياسية. كما تخرج في المناسبة شباب تلقوا تدريب مهني لفترة امتدت ل3 أشهر. في الختام اختار المؤتمرون بعد أن أجروا نقاشا فعالا في التقارير المقدمة اختاروا لجنة إدارية تخدم ل2 سنين. وألقى مدير مديرية عرزة السيد رسوم كفلماريام كلمة الختام أكد فيها دعم وتعاون إدارته للشباب لإنجاح المهام الجارية. نتوقف سادتي مع فاصل ونعود لمواصلة الأخبار. اتفق المجلس العسكري في السودان وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارضة على ترتيبات هيكل السلطة الانتقالية في البلاد وتحديد المرحلة الانتقالية ب3 سنوات، وسيتم التوصل لاتفاق نهائي حول تفاصيل المرحلة خلال 24 ساعة. وقال عضو المجلس العسكري الفريق ياسر عطا إنه تم الاتفاق على صلاحيات المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي على أن يكون عدد الأعضاء 300 عضو، يحتل تحالف قوى الحرية ثلثي المقاعد وتشغل أحزاب أخرى الثلث المتبقي. من جانبه قال عضو وفد التفاوض من قوى الحرية والتغيير إنه تم الاتفاق على أن تكون الفترة الانتقالية 3 سنوات وستخصص الأشهر ال6 الأولى لحل قضايا الحرب والسلام. كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف التي وقعت ليلة الاثنين وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات. وسيتواصل التفاوض بين الجانبين لمناقشة نسبة المشاركة في المجلس السيادي المقترح. وقال المجلس العسكري إنه أراد للفترة الانتقالية أن تستمر كحد أقصى 2 سنين، في حين أرادت قوى التغيير أن تستمر ل4 سنوات. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إثر محادثات أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي أن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على سبل للمضي قدما نحو حل سياسي في سوريا. ولفت الوزير الأمريكي إلى أن الملف السوري الذي يعتبر أحد محاور الخلاف الأساسية بين الولايات المتحدة وروسيا كان موضوع حوار رئيسي خلال المحادثات التي جرت مساء الثلاثاء في منزل بوتين في المنتجع المطل على البحر الأسود. وقال بومبيو أيضا في مؤتمر صحفي إنه أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الوقت حان كي يتخلى الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو حليف روسيا منذ فترة طويلة عن السلطة، مضيفا إنه طلب من موسكو الإفراج عن مجموعة من البحارة الأوكرانيين المعتقلين والعمل مع رئيس أوكرانيا الجديد لإحلال السلام في شرقي البلاد. بدوره قال لافروف إن مستقبل مادورو يجب أن يقرره الشعب الفنزويلي، ووصف الضغط الأمريكي عليه بأنه غير ديمقراطي. رفعت المكسيك حالة طوارئ بيئية لمدينة مكسيكو سيتي، حيث أدى الدخان الناجم عن حرائق الغابات القريبة إلى زيادة نسبة التلوث إلى مستويات يحتمل أن تكون ضارة بصحة الإنسان. وشكل الدخان الناتج عن حرائق الغابات إلى مستويات عالية من التلوث لتتشكل موجة ضبابية على مستوى المدينة. بيعت واحدة من اللوحات القلائل للرسام كلود مونيه في مزاد مقابل 110.17 مليون دولار، محققة رقما قياسيا لعمل انطباعي. وقالت دار مزادات سوزبي التي اتباعت اللوحة الزيتية على قماش والتي تحمل اسم الرحى وانتهى مونيه من رسمها في عام 1890 إن اللوحة هي أول قطعة من قطع الفن الانطباعي التي تباع بأكثر من 100 مليون دولار في مزاد. ولم تكشف سوزبي عن مشتري اللوحة والذي فاز بها في مزاد استمر ل8 دقائق أقيم في مدينة نيويورك. كما أن هذا المبلغ هو الأعلى على الإطلاق الذي يتم دفعه في مزاد مقابل لوحة لمونيه، مؤسسة الانطباعية الفرنسية ورائد المناظر الطبيعية في الأماكن المفتوحة، والذي توفي
في عام 1926 عن 86 عاما. والرحى هي واحدة من بين 4 لوحات فقط تم عرضها للبيع في مزاد هذا القرن، وعرضت معظم أعمال هذه السلسلة في كبرى المتاحف العالمية من لوس أنجلوس إلى باريس ونيويورك. انتهت نشرة هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.